قناة داليا للطبخ للأطباق المالحة والحلوة. ما تنسيش عزيزتي المشاهدة الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله أجمعين. من قناة داليا للطبخ جبت لكم اليوم المايس المكرمل أو ما نعرف واش مايز أو الفشار المكرمل. واش تسحقي فيه؟ نسحقوا هنا 3 ملاعق زيت، 4 ملاعق مايس، نصف فنجان ماء، ربع فنجان ماء، هنايا تقريبا ربع كاس سكر، هنا اناء به ذوبي، وهذه المقدار اللي نقدروا بها الماء. تحضري هنايا سنيوه وديري فيها الورق الطهي، ورق الزبده. علاه هنايا باكي نديروا الفشار ونديروا فوق هذاك الكراميل باه ما يلصقلناش. هذه الطريقه. اروح نوريكم الطريقه تجيك يطيب لكم بواحد يكون مكربه كأنه هو مخدوم بالماشينه، مش مخدوم في طنجره الضغط. دوكا نوريها لكم. اروحوا معنا نشوف. هنا نبداو اول حاجه 3 ملاعق زيت في طنجره تكون ثقيله، او عندك طباخ يكون ثقيل. حنا درنا 3 ملاعق زيت. هنايا قرصه ملح نسيت ما قلتها لكمش، البنت حطيتها وما قلتها لكمش. هنايا قرصه ملح نديروها تسخن مع الزيت. هنا الملح هو على حساب الرغبه. هنا مازال ما تلوحيش المايس تاعك، يسخن الزيت تماما. كي يسخن الزيت تماما نلوحو المايس تاعنا. 3 ملاعق زيت درناهم، ها هما هنا 3 ملاعق زيت. خلوهم يسخنوا مع الملح هكذا كين، ومن بعد نحط 4 ملاعق هذوم تاع المايس او الفشار. خلوه يسخن تماما. هذه طريقه اللي ما كناش نعرفوها، تخلطوا فيها، ديروا المايس ومع الزيت ومن بعد تبدا لا، خلي الزيت يغلي 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 تماما بعد تلوحي الفشار تاعك او المجبر تاعك. ها هنا يسخن الزيت تاعنا، نلوحوه هكذا كين. تبداي تقلبي هكذا كين بنات، هكذا كين تبداو تقلبوا فيه حتى هكذا كين هي يسخن هكذا حتى يعود يطرطق به، تعاودي تقطيه هكذا كين. هذه المرحله الاولى. من بعد نبداو في الكراميل. نسحقوا في الكراميل قلنا ربع كاس سكر، ربع كاس فنجان، ربع فنجان نتاع ماء. ودوك نوريكم الطريقه. شوف تمي تحرك، ما تخليهش يحمر. واحد حنا درنا 3 ملاعق زيت ودرنا 4 تاع فشار هكذا. اسفه على الصوت. هذه يجيك في سهرات رمضان ثاني، فيلم عندك ماتش يجيك في اي مناسبه يعني تاع الجمله، وتجيك بثاني مبروكه يعني تجيك زاكيه. هذه دوك تشوفوا واش دير لكم، تقطع لكم بزاف. ما تحبسيش حتى تطرطق لك اول وحده ولا زوج. هكذا كين. حنا البنات نحركو نعاود نرجعو. خلوه يخرطط لها، نحركو بهاد الطريقه هكذا كنا ما تحركيش باه ما يحرقلكش الزيت. شوفوا كيف يجيك. هنا تجي الحبه كبيره، شوفوا كيف يجي زاكي.
وتجي الحبه كفاه. هذه الطريقه اللي شوفوا كفاه يجي، كفاه تجي الحبه تاعو كبيره، شوف، وما يجيكش محروق، ويطيب لك على حبه واحده، ما يقعدولكش هذوك الحبيبات يحرقوا لك من تحت. هذه هي الطريقه الصحيحه نتاعو. البنات راح نوريكم الكراميل. هذه الطريقه تبسطيه كيما هاك في الصينيه تاعك. شوفوا كيفاه تجي حبته، تجي هايله. شوف تجي روعه كبيره. شوف كيفاه يطيب لكم، ما يحرق لكمش ثاني، تجي هايله الحبه تاعك، وما تقعدلكش هذوك الحبيبات القاسيين هذوك. هنا دوكا ندخل مرحله الكراميل. شوفوا كيفاه تجي حبته، تجي هايله. شوف تجي روعه كبيره. شوف كيفاه يطيب لكم، ما يحرق لكمش ثاني، تجي هايله الحبه تاعك، وما تقعدلكش هذوك الحبيبات القاسيين هذوك. هنا دوكا ندخل مرحله الكراميل. بنات هنا نجيبو الطواجن تاعنا تكون ناشفه تماما، نديرو فيها ربع كاس هذاك تاع السكر، نخلوه يذوب مليح، نذوبوه على نار هاديه هكذا كاين النار. نذوبو نعاود نرجع معاكم، ما يكونلكمش الفيديو ممل. ها هو ذاب معنا الكراميل البنات، ها هو هنا شوفوا ذاب معنا. هنا واش نديرو البنات، سمحوا لي على كلمه البنات راني تعودت عليه. حتى وراه هذه واحده من المشتركات تاعنا قالت لي راكي فكرتي كلمه البنات. هنا واش نديرو ملعقه هكذا كاين، من ملعقه خلوها تطبخ شويه فقط. عليه هذه نديروها باه الكراميل تاعنا ما يكسيش ياسر، باه يكون مقرمش وفي نفس الوقت هشيش. كي نعودو نديروه فوق المايس الفشار تاعنا، فوق الفشار. ها هنا خليه 2 دقائق هاك فوق الماء. فقط خلاص هاو وجد الكراميل تاعنا. يلا معايا البنات ندير لكم، نجيبو هذا الكراميل تاعنا هكذا كاين. شوفوا البنات كيفاه جا تخزروا فيه، نخبوه هكذا كاين. هذا يستاهل السهرات نتاع الماتش إلى رمضان ثاني. جايين لك مثلا ضياف على قيله، ما لقيتيش ديري لهم بعد مع لاتاي، يجي ثاني هايل مع لاتاي. يعني هاي تحيه خفيفه. هذه راها مضبوطه المقادير تاعها. اللي عندها بلاطو عود واسع لهذه ديري. البنات كي يجمد تفتيه على بعض وبعض وديري فيه. جبتو معكم في طبق التقديم، ها هو هنا
شوفوا كيفاه داير مقرمش. يجوك حبات لينين حبات مقرمشين، معناه ما يجيش قاسي هذاك الليل. هذا الفشار المكرمل بهذه الطريقه، وهذه الطريقه راها مضبوطه، المقادير نتاعها 100%. ان شاء الله الوصفه اخرى نتلاقى معكم، وان شاء الله رمضان كريم راه على الابواب. ان شاء الله تلقاو في الوصفات الرمضانيه. ان شاء الله الوصفه الجايه ان شاء الله ندير معكم قرب اللوز، ندير معكم الشاميه، ندير معكم تحليات، ندير معكم لي بابا. ان شاء الله يا ربي نكونوا بالصحه والعافيه ونصوموا بالصحه والعافيه. ما تنسونيش باللايكات والمشاهدات والاشتراكات، وشكرا لكم على المشتركات القدم والجدد. شكرا لكم، وشهية طيبة، وإن شاء الله تنجح معكم هذه الوصفة.